بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يغفر الذلات ويقيل العثرات ويفرج الكربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وعلى آله وصحبه السعادة الأبرار، وعلى تابعيهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن السعيد من استغفر ربه وتاب من ذنبه، واعلموا أن الله قد أمرنا بالاستغفار في آيات كثيرة من كتابه الكريم، كما في قوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وأمر خاتم رسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وسمى نفسه الغفار، ووصف نفسه بغافر الذنب. وفي هذا إشارة للناس وحث لهم على الاستغفار، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا عن أنبيائه أنهم يستغفرون ربهم ويتوبون إليه، فذكر عن آدم وحواء عليهما السلام أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر عن نوح عليه السلام أنه قال: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر عن موسى عليه السلام أنه قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وذكر عن نبيه داود عليه السلام قائلا سبحانه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وذكر عن نبيه سليمان عليه السلام أنه قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عباد الله، إن الاستغفار له مكانة عظيمة ومنزلة علية في دين الله، فهو أساس لاستجلاب الخير وحلول البركات ونزول النعم وزوال العقوبات والنقم، يرفع العبد من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى، ومن مقام الناقص إلى المقام الأتم والأكمل، وإنه أساس الفلاح والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يغفر السالات ويقيل العثرات ويفرج الكربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، وعلى تابعيهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا عباد الله، إن من واسع فضل الله على العباد أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يغفر الذنوب كلها، فعلى العبد ألا يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت آثامه، فقد قال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وروى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكان صلى الله عليه وسلم ملازما للاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، حتى قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من تبليغ رسالته أمره ربه أن يكثر من الذكر والاستغفار، فقال سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جاء في الحديث الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. بل جاء أحسن من ذلك وهو ما ثبت في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، فقد شكى كثير من الناس جفاف الأرض وقلة الأمطار، فما أحوجنا إلى ملازمة الاستغفار والإكثار منه. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو جفاف بستانه فقال له استغفر الله. وجاءه آخر يشكو الفقر والحاجة فقال له استغفر الله. وجاءه ثالث يشكو عدم الإنجاب فقال له استغفر الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.